بداية العمل الفدائي كنت يعني يتيم مصاب يتيم، وأنا أبويا من دير شوي مركز شهداء المنوفية، وأنا مولود في دير شوي، مولود في سرسنة مركز شهداء المنوفية، يعني قبل دير شوي. جنب دير شوي. شهداء دي بلد شيخ شيب بن عم النبي عليه السلام. عليه الصلاة والسلام. فلقيت نفسي أبويا توفى، وأمي كانت متوفية، وأبويا توفى، وأبويا جوز واحدة تانية مرات أبويا. فأنا زي ما تقول إيه، إزاي يا أبويا يتجوز واحدة تانية؟ هربت منه. فجيت على الإسماعيلية، فكان لي ناس في الإسماعيلية، ناس كويسة، ناس من ولاد البلد، يعتبروا ولاد البلد، يعني احنا بنقول في البلد دي حاجة كبيرة. طبعا. كان في غريب ابراهيم خضير الشهير بتومي، تومي اللي هو اخو صلاح واخو خضير. الحاج ابراهيم خضير الله يرحمه كان في الهيئة عموم كومبانية فيكس، وهم وغريب كان صغير لسه واحنا صغيرين. فانا لجأت معاهم ومع لوفا بن الحاج ابو النواس ومحمد ابو النواس الله يرحمه، ومع ولاد ابو النواس والحته دي، وعلي الاخرس وحسن الاخرس من الحته دي، ميزان عباس ده كله. ميزان عباس كانوا يحبوني يقولوا ده ابننا، وانا يتيم وسطيهم. ده ابننا اللي يكلموا يقولوا ده ابننا. لما جت القوات البريطانية الغاشمة 85,000 جندي بريطاني موجودين بأسلحتهم، بدباباتهم، بذراعاتهم، بمدفعيتهم، بصواريخهم، بطيرانهم، بكله على أرض الوطن. ضربت بمخ ازاي ده حصل؟ طب وايه اللي سمح لهم بكده ويجوا هنا؟ كانوا عاملين اتفاقية سلام كده ما فيهاش حاجة، وبعدين دخلوا في العملية بقى. واحدة ست ماشية في الحي العربي، وبتقول الست دي يعني غلبان، وبعدين يعني شافتني، والانجليز مسكوها الاثنين عاوزين ياخدوها وتطلبوها. فهي قالت لي انت شايفني وتتفرج عليا؟ فالدم ضرب في دماغي، فانقضيت عليهم بقوه وخنقتهم الاثنين واكلتهم من دماغهم، البلهات وقعت واكلتهم من دماغهم وقطعت لهم العقل دي. بس فهمت لما الحته دي قطعت العقل دي، قطمتها، حتى الدم طرش منهم وعليا وكله، ورميتهم في الارض، وضرب بقى ضرب بحجر. خطفنا برضو في واحد اسمه ريجدن انجليزي، خطفناه كان مخابرات، خطفناه وودانا لكمال رفعت. كمال رفعت كان عمر لطفي وسامح حافظ وسعد عفو، كانوا مخابرات سرية. وديناه وهم خدوه وبدلوه بناس مصريين كانوا عندهم. تمام. يعني طريق النفي بقى ده يدينا تأشيرة بأن الشعب يفضل رادخ لما يبقر ما بيعرفش حد، ما يعرفش الا الحق. النفي ده بقى كان ايه؟ كانت مؤسسة استهلاكية للقوات البريطانية غاشمة، 85,000 جندي بريطاني معدتهم بكله لهم مؤسسة. المؤسسة دي بتديهم بالبلوبيف والجبنة الرومي والشيشتر وكله والبسطرمة والحاجات دي والفراخ والحاجات، كل ده بقى التعيين كله والأكل كله. هو احنا فكرنا كويس إن احنا نحرق الايه؟ ندمر المنطقة دي. أول علقة خدوها بعد اللي هي ضرب النفط، حرق النفط. حرمتهم الأكل كله. ضرب بعضنا، رحنا حرقناه بقى، ولعناه بقى، ضربنا عليه مرتين ثلاثة وحرقناه وهربنا. كنا أي جندي ينزل البلد نخطفه. خطفوهم على طول. عربية ماشية نضربها بقنبلة. أي حاجة. سؤال، ايه اللي حصل في كوبري سالة عربية البرتقال؟ كوبري سالة كانوا بقى حاطين قوة عليه جامدة، ويفتشوا الناس اللي رايحين جايين، ويشتموا مصر،
ويهزقوا مصر ويقول لك فاكر جبتن، نقول جبتن مش عارف ايه، بريطانيا مش عارف عود، فاكر انجلش وجود بريطانيا، جبتن جود فيري جود. وبعدين ايه، فلما جت الكلمات ما قضتش بقى العمل الفدائي، الناس اتشبثت بيه بعد العمليه بتاعتنا دي. بعد عملية كل الناس. واحد عاوز يبقى فدائي بقى وعاوزين ربنا كرمنا بقوا يساعدونا كتير. واحنا كل سنه بقى عاوزين ايه بأي طريقه نشوفه ازاي. بيقف عليه قوه بريطانيه وعليه اسلحه وكله برينات. كان في برين بقى برلين كده، وكان في فكرس بشريك. فكرة زي ما تقول ميم وميم طه يضرب أفراد وطيران. ضد الطيران. فأردنا إن احنا ننسب ده عشان إيه؟ نحسس الناس، نحسس القوات البريطانية الغاشمة إن احنا قدهم معاصر مرة. فأردنا إن احنا نجيب عربية برتقال وحطينا عليها برتقال وسرحنا بيها على الإنجليز على كوبري. أرينجس هامش أرينجس الفايف أرينجس 50 بيت. وبعدين ايه نبيع اتلموا بقى العربية كنا حاربينهم من كل حاجة. لما على العربية البرتقال يشتروا وبيحدفوا لبعض البرتقال كده بيسرقوه. حطينا اللجم كله ورحنا سايبين العربية واللجم تحت مش تحت بقى في العربية جوه تحت. تحتيها من تحت العربية على طول. ما يكشفوش العربية يفتشوا ما يكشفوش حاجة. راح الكوبري ضارب بالعربية، شال اللي كان على الكوبري وضرب كوبري نص كوبري شال. حطينا بقى تنين ومفكرات وأنابل وفتيل مشعل وفتيل أبيض وصوابع القناة كله في عبوة جامدة، وحطينا عليها فيها رملة وكله وأنابل فيها 36 متر مفكوكة بس يا دوبك تتلمس كده عدد. بس بدأت بريطانيا تلفت نظرها إن فيه قوة جامدة يعني مش هم ده. يبعثوا ريسكين وكسام، يبعثوا إنجلترا يقولوا لهم عاوزين نقدر، يقولوا لهم نقدر أنت عندكم 85,000 جندي بريطاني. نقدر إيه؟ بدأوا ينتهوا إسماعيلية. ربنا كرمنا ونصرنا عليهم. الحمد لله. ثورة حمتنا. جت نصرة من عند ربنا لينا. بس أحرار كان معانا بقى هم اللي نفعونا بحاجات كتير. مين منهم؟ كان في كمال رفعت وعمر لطفي وأسامة حافظ وسعد عقرة ومحمود عبد الناصر وعواص حسن وعبد العال هواري، وعلى أساس إنهم بيشتغلوا مع الإنجليز كده على الكباري والهذا يفتشوا معهم، بس كانوا معانا. كل الظباط بيساعدوهم وقالوا نروح نمسك الاسم نحطه ونفتشهم وناخدهم نحبسهم. ففعلا حصروا اسم أول بستان والصحة، وحصروا بتاع مبنى الصحة ومبنى الهيئة اللي ورا، وحصروهم عشان ايه يقبضوا على ياخدوا الضباط والأول وبعدين يقبضوا على أي فدائي يكتبوا فيه. على الشرطة احتلال مننا ومننا وفتشوا الناس وعملوا مواقع تفتيش وعملوا على الكباري شكاير رملة، رصوا على الرملة وعملوا عليها بيسمونا إرهابيين، واحنا الإرهابيين ده بلدنا، احنا في ايدينا غصب عنهم. زي بريطانيا العظمى تتضرب، واحنا لن نسلم إلا قصة هامدة. سلموا أنفسكم وسلموا أنفسكم في بلدنا، احنا ده بلدنا امشوا من هنا. فالضرب اشتغل بقى مع بعض. سرقت رصاص لأنفلت مع بعض الاستنات اللي احنا خاطفينها من الانجليز، التموجانات اللي خاطفينها من الانجليز بعض المخبعية والحاجات دي معاهم هم. كان في بقى ضربنا عليهم وضربوا علينا وسقط منهم ناس في الشارع من الانجليز.
52 تعتبر نصر للعروبة ونصر الإسلام ونصر لمصر كلها والعرب كلها، مش لنا بس ولأفريقيا كلها. كانت تعتبر غل بايت ونفسية جامدة. أنا بايتة حاقدة على قوات البرازيل الغاشمة. بقى 76 سنة أو كم سنة، أقرب من 76 سنة احتلال بريطاني، وبعدين يضربوا في الشعب، وبعدين يفتشوا الشعب على الكباري بتاعته، ويفتشوا الشعب وياخدوا الحاجات منهم، ويفتشوا وعاوزين ياخدوا مرة ياخدوها، عاوزين ياخدوا. فالمبادئ والقيم اتهزأت. يعني لابد أن يكون فيه تحرير من بريطانيا العظمى دي، وهو مش هيخليها عظمى خالص. ناس تقومنا بقى عشان ثورة 23 يوليو، قامت ناس أحرار، ناس فدائيين، ناس أبطال. حسني مبارك كان كويس، بس كان في حاجات بيعملها ملهاش دعوة بالقيادة. يعني الحاجات اللي عملها من غير ما تتعمل ملهاش دعوة بالقيادة، هي اللي زلته وخلته في الصورة الوحشة. إنما هو كان بحد ذاته إنه كان في قوات مسلحة، وكان في معارك كتير قبل كده، قبل ما يقوم بالثورة، قبل ما يمسك الثورة. فهو يعني لما عمل الحاجات دي كشف عن وجه الثورة. يعني وهو استمر في الوطن وادى الناس الفدائيين حقها، واجتمع معاهم وشدهم، كان بقى بطل، وكان بقى مدعم من الفدائية. انما ما عملش كده، هو عاوز نفسه هو بس. كنا عملنا اكتفاء ذاتي من الفدائيين، وكنا طوعنا الشباب الحلو، وكان الشباب عنده اندفاع للوطنيه كتير قوي، وكان في شاب بيسمع على حاجه عاوز يروح يتطوع فيها. فحسني مبارك كان يعتبر بطل، فحط نفسه في قالب ما عملش بيه عشان يبقوا كويسين. عشان نبقى كويسين لابد ان يكون هناك اكتفاء ذاتي. والاكتفاء الذاتي نجيبه ازاي؟ احنا ما عندناش مثلا دخل كبير، لا عندنا دلوقتي، عندنا فلوس القناه وفلوس مش عارف ايه وفلوس ايه وفلوس ايه. دعم الخزنه تمام، اعمل توزيع بالعداله. التوزيع بالعداله اذا كنت عاوز شركه ولا مؤسسه ولا هيئه، اعمل فلوس عندي بقى للشباب، اعمل وبقى نوزع بعداله. فاحنا عاوزين نعمل حاجة اللي بيها نخلي الشعب كويس، ونخلي الشعب عنده إمكانيات، ونعمل مشاريع وحاجات عشان تشغل الشباب.